السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب تالتة ثانوي في كل مكان من اسكندرية لأسوان، عاملين إيه يا أبطال؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلام. إحنا الحمد لله صوّرنا لحضرتك 2 نموذج استرشادي، النهارده إن شاء الله إحنا هنصوّر النموذج التالت والرابع مع بعض إن شاء الله بإذن الله عشان نلحق نتفرّج على كل حاجة مع بعض. طيب، بافكّرك بس إن إحنا بننزّل لك على قناة اليوتيوب عندنا فيديوهات مميزة عن كل اللي موجود، إحنا بنجمّع لك المعاهدات كلّها مع بعض، الاتفاقيات كلّها مع بعض، الحروب كلّها مع بعض، وبنشرح لك الحاجات دي بشكل أفقي كده في المنهج كلّه، يعني بنجيب لك المعلومة من أول المنهج لحد آخر المنهج، فتابعنا على قناة اليوتيوب هتلاقي كل حاجة إن شاء الله تساعدك إنك أنت تحل كويس في امتحان آخر السنة. طيب، نسمّي الله ونستعين بالله وتعالَ نشوف مع بعض الامتحان الاسترشادي التالت بيقول إيه؟ طيب ترتب على ضعف النظام السياسي للحكم العثماني في مصر قبيل مجيء الحملة الفرنسية، أنا عايز نتيجة إن نظام الحكم كان ضعيف قبل ما تيجي الحملة، نستبعد. هل تنفع ألف؟ لأ، ما لهاش علاقة. هل تنفع ب؟ لأ، ولا د، هي تطلع المماليك للانفصال بمصر، ليه؟ لأن هو هنا علي بيك الكبير كان عايز ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية، وده كان نتيجة ضعف النظام السياسي في الدولة العثمانية. طيب، أثرت سمات العصر الحديث في أوروبا على الأوضاع الاقتصادية في مصر سلبيًا قبيل مجيء الحملة الفرنسية. هي إيه مميزات العصور الحديثة اللي في أوروبا اللي أثّرت علينا اقتصاديًا؟ الكشوف الجغرافية. ليه؟ لأن مع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ده أدى إلى تدهور التجارة الخارجية بتاعة بلدنا. واوعى تنسى حبيب قلبي احنا قلنا قبل كده ان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح حول تجارة مصر إلى تجارة إقليمية. يعني إيه يا مستر تجارة إقليمية؟ يعني مصر بقت بتتاجر مع أماكن حواليها بس، 5 أماكن السودان والحبشة والعرب واليمن ودول شمال أفريقيا. طيب قال نابليون من خلال المنشور: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك إيمانا، أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. كلام جميل جدا. في ضوء المنشور نستنتج أن هدف نابليون هو إيه؟ أنا عايز الهدف. أول ما تسمع كلمة الهدف يعني الحاجة الحقيقية اللي كانت بندور عليها أو كان نابليون عايزها. لو أنا بدأت أستبعد ألف لأ ولا جيم ولا دال، هي استقطاب المصريين إلى صفه. يعني إيه كلمة استقطاب؟ يعني جذب. طب ممكن بدل الجملة دي خالص، وأنا عوّدتك واتفقت معاك إن إحنا إن شاء الله هنحاول نطلّع لك استنتاجات ونواتج تعلُّم كتيرة، وهنبدِّل الأسئلة بأسئلة تانية تنفع. يعني ممكن نفس السؤال بس ما يجيبش به استقطاب المصريين إلى صفّه، يقول لك إيه، توطيد سُلطة فرنسا في مصر. هو كان هدفه يقوّي سُلطة فرنسا في مصر. طيب، ظهر تشابه في السُلطة المركزية العُليا والهيئات القضائية التي أحدثتها الحملة الفرنسية في عهد نابليون. بُص بقى، إيه هي السلطة المركزية العُليا؟ اللي هو الديوان العام. اوعى تكون ناسي إن الديوان العام كان سلطة مركزية عُليا، والهيئات القضائية المحاكم. هو بقى عايز يعرف شبه، شوف ده مفتاح الإجابة، عايز شبه حصل ما بينهم هُم الاتنين في عهد نابليون. طب ما تيجي نستبعد، الاعتماد على كل فئات الأعيان؟ لأ، بس هو هنا وهنا كان بيعتمد على العلماء. ظروف تشكيل كل منهما؟ لأ. إشراك جميع شرائح المجتمع؟ لأ. هي الإجابة دي طريقة اختيار كبار الأعضاء. اشمعنى؟ لأن أنا السلطة المركزية العُليا اخترت الرئيس بتاع الديوان العام بالانتخابات اللي هو عبد الله الشرقاوي. لمّا عبد الله الشرقاوي أنا اخترته كان بالإيه؟ بالانتخابات، ماشي؟ فزي ما قُلت لك طريقة اختيار رئيس الديوان العام اللي هو عبد الله الشرقاوي كانت بالانتخاب، وهنا أنا لمّا جيت اخترت العلماء في المحاكم برضه كان بالانتخاب. يمثل صاحب الصورة المقابلة دور هام في نجاح محمد علي في مواجهة التحدي الخارجي. واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة. ده عمر مكرم، ماشي. عمر مكرم ده ساعد محمد علي في مواجهة تحدي خارجي. أكيد هو قصده على حملة فريزر اللي هي جات سنة 1807.
لأن محمد علي كان مشغول ساعتها بمحاربة المماليك في الصعيد، ركّز واكتب ورايا، وكمان أنا قُلت لك في الحتّة دي إن محمد علي حقق نصر لم يحرزه، حقق نصر لم يحرزه، ليه؟ لأن اللي واجه حملة فريزر عمر مكرم، الشعب المصري هو اللي واجه الحملة بقيادة عمر مكرم في رشيد والحماد، مين اللي استفاد في الآخر؟ محمد علي، إن هو دخل الإسكندرية منتصرًا، ومحمد علي قدر يخلص من حملة فريزر. طيب اكتب دي معايا، السبب اللي خلّانا ننجح في مواجهة حملة فريزر الحملة الفرنسية، ماشي؟ ليه بقى يا مستر؟ لأن الحملة الفرنسية ادّتنا خبرة في مواجهة المحتل، علّمتنا إزاي نقدر نواجه المحتل، فده ظهر في حملة فريزر. طيب يُستثنى، ده مفتاح الإجابة، يُستثنى من الفوائد التي عادت على مصر من إنشاء مدرسة الألسن في عهد محمد علي. أنا لسه قايل لك لمّا كنا بنراجع الفصل التاني يا حبيب قلبي، إن مدرسة الألسن دي كانت بتحاول إن هي تعمل على الترجمة. طب أبدأ أستبعد، هل إعداد كوادر متعلمة للدولة؟ لأ، دي كانت بتترجم، نقل الكثير من العلوم ومعارف الغرب، والله دي تنفع برضه مش غلط، تمام؟ طيب هل دراسة القانون والسياسة؟ لأ. طب إحنا بُص بقى، بُص، أنا هاقول لك على حاجة حلوة جدًا. استنى كده، استنى. طيب يُستثنى من الفوائد التي عادت على مصر من إنشاء مدرسة الألسن. هو السؤال بيقول لي إيه؟ كل اللي جاي فوائد إحنا أخدناها من مدرسة الألسن، يُستثنى منها حاجة واحدة بس، يعني في حاجة في الاختيارات ما كانتش فايدة، إعداد كوادر كان في كوادر يا باشا متعلمة في الدولة، وإحنا قدرنا مدرسة الألسن دي تطلّع لنا متعلمين وعلماء ومدرسين جامدين جدًا. دراسة القانون طبعًا لإن أنا هاترجم فدي ما تنفعش، فأنا مش هاختارها، أنا عايز حاجة تُستثنى. نقل الكثير طبعًا دي برضه كانت هم عاملينها لإن هي كانت بتترجم، فدي الوحيدة اكتساب الخبرات العسكرية. هل مدرسة الألسن أنا باتعلم فيها خبرة عسكرية؟ لأ أكيد. طيب أي من المخططات الآتية قام بها خورشيد لتوطيد، كلمة توطيد دي يعني تثبيت، لتثبيت سلطته في مصر وأدت إلى إنهاء حكمه. هنا بقى السؤال حلو أوي، أنا عايز حاجة خورشيد عملها هتثبِّت حكمه، بس في نفس الوقت أدِّت إلى إنهاء حكمه، يعني هو كان عايزها تثبِّت حكمه، لكن ده أدِّت إلى إنهاء حكمه. محاولته إرسال محمد علي إلى الصعيد، سعيه إبعاد محمد علي، هي دي بقى تعزيز وضعه بقوة عسكرية، ليه؟ لأن هو بعت للسلطان قال له أنا عايزك تدّيني فرقة عسكرية تدعّم حكمي، فالسلطان بعت له فرقة اسمها الدولاه. الدولاه دول كانوا سبب إن إحنا نخلص من خورشيد لإن إحنا بدأنا نكرهه. في سؤال حليناه كتير جدًا كان بيقول لك إيه، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، دي بتنطبق على خورشيد لمّا جه يجيب فرقة الدولاه عشان يخلص من محمد علي، كانت هي السبب في التخلُّص من خورشيد باشا. طيب ارتبطت توسعات محمد علي في السودان برغبته أن يكون منافسًا قويًا في التجارة الدولية، وذلك من خلال إيه؟ حلو السؤال ده، سؤال جديد شوية. هو محمد علي لمّا راح توسّع في السودان كان ليه هدف، فأنا أبدأ أفتكر أهداف محمد علي، بس ركّز بقى، هو بيقول لك حاجة هتزوّد التجارة الدولية، يعني حاجة هيعملها في السودان عشان تخدم تجارته الدولية. ما تيجي نفتكر، هو رايح السودان رقم 1 علشان يجند السودانيين، هل ده ليه علاقة بالتجارة؟ لأ. تاني حاجة، رايح علشان يحارب المماليك ويقضي عليهم بعد ما استخبوا في مدينة دنقلة، هل دي ليها علاقة بالتجارة؟ 3 هو رايح علشان ينشّط التجارة ما بينه وما بين السودان، دي تنفع، مكتوبة؟ لأ. 4 رايح يكتشف مناجم الدهب والألماظ المهمين في عملية التبادل التجاري، تجارة يبقى هي مكتوبة أهي أخضر. وبالاستبعاد دي سياسة، دي سياسة، دي عسكري، وهو هنا عايز حاجة اقتصادية ليها علاقة بالتجارة. طيب. كانت تطلعات محمد علي لضم الشام أسبق أفكاره التوسعية، لأن هو بدأ يفكر في 1810 ويعد سببًا حقيقيًا في دخوله هذه الحرب. أنا عايز السبب الحقيقي.
السبب الحقيقي تطلعاته لتقوية الرابطة العربية، لأن هو كان عايز يعمل الدولة بتاعته، كان عايز يعمل الرابطة العربية في مواجهة الدولة العثمانية. هو كان بيعمل ده علشان هو كان عايز يأمن المجال الحيوي. خلي بالك لو دي مكتوبة كنت اخترتها. طب ليه يا مستر مش ب؟ لأن ده السبب الظاهري. د ملهاش علاقة، مواجهته العسكرية لوالي الشام ده برضو السبب الظاهري، ان هو رايح قال انا راح احارب والي الشام اللي هو والي مدينة عكا اللي رفض يرجع لي الفلاحين المصريين. دي كلها الاسباب الظاهرية. طيب نجحت الحكومة المصرية في عهد اسماعيل في الحفاظ على استقرار الامن في القرن الافريقي. ده لما كان اسماعيل بيدفع الديات بتاعة القتل بنفسه، لما اسماعيل كان بيعمل جلسات للصلح علشان يفصل في المنازعات. لو أنا استبعدت الإجابة الوحيدة اللي موجودة جيم، أول واحدة دي تعمل لي نتيجة اجتماعية، بس ما تعمليش استقرار وأمان. اهتمام بإنشاء خطوط ملاحية ده يضبط اقتصاد، ما يعمليش استقرار وأمان. قيام الإدارة المصرية برضه ده اقتصاد، يعمل ربط، لكن دي الإجابة الوحيدة. طب أنا ممكن أشبه لك هنا حاجة، اللي عمله إسماعيل هنا في القرن الأفريقي علشان يعمل استقرار أمان بيفكرني أنا بدواوين، اكتب معايا يا أستاذي، دواوين الأقاليم اللي عملها نابليون، واللي كان برضه هدفها إن هي الفصل في المنازعات بين القرى. يبقى نابليون واسماعيل شبه بعض في ايه؟ ان الاثنين كانوا عاوزين يعملوا استقرار وامان. نابليون عمله في دواوين الاقاليم، واسماعيل عمله في القرن الافريقي. نجح محمد علي ان يحكم مصر حكما مطلقا، ماشي، بدون قيود، ماشي، وذلك بسبب ايه؟ حكم مطلق بدون قيود، يبقى لما انا خلصت من الزعامه الشعبيه. فانا باكد عليك المعلومه دي، انا قلتها لك 100 مره وباكدها عليك تاني. حكم مطلق بدون قيود يعني لما خلص من الزعامه الشعبيه بنفي عمر مكرم لدمياط 1809، ولما عين محمد السادات حاكم في الزعامه الشعبيه مكانه. هنا خلاص محمد علي بقى بيحكم حكم مطلق، وكده محمد علي مفيش عليه قيود. اختار ايه بقى؟ عمل ده بسبب ايه؟ قراراته عقب أزمة نقص فيضان النيل. لما محمد علي بدأ ان هو يستغل الأزمة وفرض ضرائب سنة 1808، عمل مشكلة مع عمر مكرم، راح نفاه إلى دمياط. وبعدين بالاستبعاد دي لأ، ولا دي ولا دي بالاستبعاد. أي مما يلي يوضح الموقف الدولي ضد محمد علي في حالة رفضه القيود التي فرضت عليه من خلال تسوية لندن. طيب ما تيجي نفتكر، هو محمد علي لما رفض القيود اللي اتفرضت عليه، يعني في حالة رفضه، يعني هم قالوا له إيه؟ قالوا له أنت قدامك 10 أيام يا بيه، 10 أيام يا بيه تنفذ فيها معاهدة لندن. ما نفذتش، هنديك 10 أيام تاني يا بيه. بس في ال10 أيام التانيين دول السلطان من حقه ياخد منك مدينة عكا بقى، خلاص مش هيديك فلسطين، يبقى معاك مصر بس. يعني ركز كده معايا، ركز كده معايا. محمد علي لو كان نفذ في أول 10 أيام كان هيبقى معاه مصر وهيبقى معاه فلسطين. قالوا له لو عديت أول 10 أيام ودخلت في ال10 أيام التانيين هيبقى معاك عكا بس، أنا آسف هناخد منك عكا يبقى معاك مصر بس. طب لو أنت رافض بقى خالص بقى، أنت مكبر دماغك وال20 يوم خلصوا، قالوا له بقى الدول الأوروبية اللي وقعت على المعاهدة هتعمل إيه؟ هتتدخل ضدك عسكريًا. هتبدأ تستعد وتنزل إلى بلاد الشام، وده فعلًا اللي حصل. طيب هو بقى عايز إيه؟ عايز الموقف الدولي ضد محمد علي في حالة رفضه القيود. إجباره بدفع؟ لأ، هم قالوا له هنحاربك. إلزامه بكف؟ لأ. اعتبار قواته؟ لأ. هي دي بقى التزام الموقعين، يعني الناس اللي هي عاملة المعاهدة إن هي تحمي عرش السلطان، إن هي تتدخل ضد محمد علي عسكريًا. اكتب بالله عليك كل كلمة أنا باقولها لك. طيب السؤال اللي بعد كده، اختلف اختلفت مطالب الأمة في سبتمبر 81 عن مطالب العرابيين في مايو 81. واحدة واحدة بقى. سبتمبر 81 دي مظاهرة عابدين التانية، ماشي. مايو دي اللي هي مطالب أواخر مايو، اللي لأول مرة الجيش والشعب يبقوا إيد واحدة والجيش يقدم مطالب للأمة. أنا عايز شبه ولا اختلاف؟ اختلاف. عايز اختلاف هنا عن هنا. طب ما تيجي نفتكر في مايو 81 هم كان ليهم 3 طلبات، احنا عايزين نزود عدد الجيش ل 18,000 جندي،
إحنا عايزين نعمل تحصينات جديدة ودي حاجات عسكرية، وعايزين كمان نعمل مجلس نواب على الطريقة الأوروبية. طب هنا في مظاهرة سبتمبر كان ليهم برضو 3 طلبات كنا بنغنيهم: عزل وزارة رياض، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش. عزل وزارة رياض، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش. طب إيه الشبه؟ 18,000 18,000 قشطة، أنا عايز اختلاف. هنعمل مجلس نواب، هنعمل مجلس نواب. فالاختلاف بقى في سبتمبر إن إحنا هنا عايزين نعزل رئيس الوزراء أهي، رياض باشا. سهلة جدًا، وربنا سهلة ومستاهلة. مستر هو الامتحان هييجي كده؟ آه. يا مستر يعني الأسئلة دي مش سهلة؟ سهلة. يعني هييجي كده؟ هييجي كده أفكار كده. يعني ما اقلقش، لأ تقلق، لإن أنت دلوقتي بتحل معايا وأنت قاعد لوحدك والدنيا سهلة، وقاعد عندك أريحية وأنت بتفكر، فأنت مش مضغوط. في الامتحان بيبقى نفس المستوى، بس أنت بتبقى نفسيًا مضغوط، فبتحل غلط. ده الفكرة. فأنا عايزك تتمرن إنك أنت تبقى عندك برود وأنت بتفكر في الاختيارات. طيب، أصبحت مصر لا تملك شيئًا في قناة السويس. إحنا كنا بنمتلك حاجتين، كان عندنا 44% أسهم، 15% أرباح. أنا هاعيد لك كل حاجة. ال44% الأسهم دول إسماعيل باعهم، باعهم لإنجلترا لتسديد الدين. 15% أرباح باعتهم المراقبة الثنائية لفرنسا في عهد توفيق، في عهد وزارة رياض. كل المعلومات دي اكتبها عشان تبقى فاكرها. أصبحت مصر لا تمتلك أي شيء لما بعنا بقى آخر حاجة الأرباح دي على إيد المراقبة الثنائية أهي. شُفت أهي، أهي، أهي. لو أنا استبعدت دي ما لهاش علاقة، ولا ده ما لهاش علاقة، ولا ج. لو أنا مذاكر باعرف أختار بسرعة، بسرعة كمان. أهم الأمور التي ساعدت الإنجليز في تعميق الخلافات وأدت إلى فشل الثورة العربية. مفتاح الإجابة هنا. إيه الحاجة اللي إنجلترا عملتها علشان تعمق الخلاف؟ اللي هي فرمان عصيان عرابي. لما السلطان أعلن قرار بعصيان أحمد عرابي كانت إيه النتيجة؟ إن الأمة بتاعتنا اتقسمت. فريق مؤيد لعرابي وفريق ضد عرابي، فده كده عمل تفرقة اللي هي فرق تسد. يعني كده بريطانيا طبقت سياسة فرق تسد اهو عشان تبوظ الثورة العرابية. خلصنا؟ تعالى بقى اقول لك على معلومة حلوة جدا. انت عندك مشكلة في التواريخ؟ تعالى اظبط لك المعلومة دي. في 9 سبتمبر ماشي 81 مظاهرة عابدين الثانية. 9 سبتمبر 82 عصيان عرابي على ايد السلطان العثماني. يبقى 9 سبتمبر 81 الثورة بتاعت مظاهرة عابدين الثانية، نفس اليوم نفس الشهر بس بعدها بسنة إصدار بريطانيا أو إصدار السلطان قرار بعصيان عرابي. تحطم آمال بعض الوطنيين في التخلص من الاحتلال البريطاني من خلال تطورات حادثة فاشودة. بعد إيه؟ يعني الوطنيين، في بعض الوطنيين قالوا يستحيل ان احنا نقدر نقف ضد بريطانيا خلاص، وبريطانيا خلاص بقى. ده حصل بعد حادثة بسبب ايه؟ المهادنة ما بين عباس حلمي الثاني للانجليز وزيارته لندن. لان بعد معاهدة او بعد حادثة فاشودة، انت مش فاكرها صح؟ طيب سريعا، الحادثة دي 1898. الحادثة دي فرنسا هي اللي عاملاها. ليه؟ علشان توقف التوغل الإنجليزي في أفريقيا. فشودة دي مدينة سودانية، يعني المشكلة دي هتحصل على أرض بلدنا التانية الحبيبة السودان. طب يا مستر الحرب الحادثة دي انتهت بالنتيجة الدبلوماسية. فرنسا وانجلترا اتفقوا مع بعض دبلوماسيا، وراحت فرنسا انسحبت من فاشودة دبلوماسيا. بعدها كان مين أول المنهزمين؟ عباس حلمي الثاني. لما عباس قال لك بس يا عم أنا يا باشا أبقى مع إنجلترا، سيبك من الحركة الوطنية وخليني بقى مع إيه؟ مع الإنجليز عشان أحافظ على الكرسي بتاعي. يبقى هنا بدأ الوطنيين يحسوا إن مش هنقدر نخلص من الاحتلال، لأن عباس بدأ يبقى مع الاحتلال البريطاني وراح زار مدينة لندن سنة 1900 وظبط علاقته مع جورستن. كان لجهود مصطفى كامل أثر في اضطرار بريطانيا تغيير سياستها في مصر. يعني هو مصطفى كامل عمل حاجة خلت بريطانيا تغير طريقتها في مصر. لما استغل إيه بقى؟ لو أنا بدأت أستبعد كده، لما بدأت بريطانيا
تعمل مشكلة عند حادثة دون شواي. لما بدأت بريطانيا تمسك حادثة بدأ كرومر، اسمع الحتة دي، في 1906 لما كرومر بدأ يعتدي على المصريين وبدأ يعمل إبادة جماعية، بدأ يعمل عقاب جماعي. خلي بالك أنا بستخدم مصطلحات بتيجي في الامتحان. فحادثة دون شواي بقت بريطانيا بتستخدم هي وكرومر عقاب جماعي، بدأ يستخدموا إبادة جماعية. بدأ مصطفى كامل يستغل الحادثة دي ضد بريطانيا، بدأ يندد بمساوئ الاحتلال البريطاني في كل حتة في العالم. وساعتها راح طبع جريدة اللواء باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. فهو هنا بدأ يضغط على بريطانيا باستغلال حادثة دون شواي. وبعدها راحت بريطانيا سحبت اللورد كرومر من مصر عام 1907 وحطت مكانه واحد اسمه جورست. خلاص؟ فهنا تبقى الإجابة مخالفة بريطانيا حقوق الإنسان في مصر. أظن الكلام واضح، واديك شايف هو زي ما أنا طول السنة معودك إن بريطانيا أو في المنهج لما هيسألني عن حاجة مش هيجيبها لي مباشرة. يعني هي المباشرة كان يقول لي حادثة دون شواي، هو قال لي بقى إيه؟ مخالفة بريطانيا حقوق الإنسان في مصر، إن هي بدأت تعامل المصريين معاملة سيئة في حادثة دون شواي. طبعًا حبيب قلبي الغالي، تعالى أقول لك على تريكات صغيرة. تعامل بريطانيا مع المصريين في حادثة دون شواي وإن هي قتلت الناس قدام قريتهم، ده بيفكرني بتعامل إيطاليا مع عمر المختار في ليبيا. خلي بالك. طيب في برضه يعني ربط أنا مش مقتنع بيه أوي، بس أنا هاقوله علشان يبقى حاجة شبه حاجة يعني، بس أنا مش مقتنع بيه، بس حاجة شبه حاجة. مصطفى كامل كان بيندد بمساوئ الاحتلال البريطاني بعد حادثة دون شواي. نفس الحكاية عملتها اليهود في أواخر الحرب العالمية الثانية، لما المنظمة اليهودية بدأت تعرض مساوئ هتلر وقد إيه هو قتل 6 مليون يهودي. أنا مش شايفها إن هم يعني ينفعوا يحطوا جنب بعض، بس يعني كشبه يعني. قامت مصر بالتنديد بسياسة التمييز العنصري. حلو السؤال ده، خلي بالك منه. قامت مصر بالتنديد بسياسة التمييز العنصري بقطع علاقاتها السياسية مع الإنجليز، وذلك لمواجهة السياسة الاستعمارية في روديسيا الشمالية والجنوبية. أنا متأكد إن في ناس كتيرة جدا مش فاكرة دي خالص من المنهج. بص يا قلبي، في الفصل الرابع جهود مصر في القرن الأفريقي أو جهود مصر في أفريقيا بعد قيام ثورة 52، إن مصر بدأت تساعد شعب روديسيا الشمالية وروديسيا الجنوبية في الحصول على الاستقلال. مين يا فندم كان قاعد في البلد دي احتلال؟ إنجلترا. إنجلترا كانت بتعمل تمييز عنصري. إحنا بقى وقفنا ضد بريطانيا في سياسة التمييز العنصري ده لما كانت بتعملها في روديسيا الشمالية والجنوبية. واوعى تنسى احنا برضو وقفنا مع جنوب أفريقيا في سياسة التمييز العنصري برضو لما قطعنا علاقتنا اقتصاديا مع البيض في جنوب أفريقيا. ارتبط قيام إنجلترا بالعمل على إنهاء استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، وكان ذلك نتيجة، مش فاهم حاجة يا مستر من السؤال، إنجلترا كانت عايزة تخلي مصر تنهي تبعية مصر للدولة العثمانية، لأن الدولة أعلنت دخولها الحرب العالمية. وخلي بالك تركيا دخلت الحرب العالمية الأولى مع دول المحور. دول المحور ليهم اسم تاني اسمهم الوسط، خلي بالك. وفي الحرب العالمية الثانية المحور أو الوسط بيتقال عليهم النازية والفاشية. خلي بالك عشان دي مهمة جدا جدا جدا. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 20. تعد من النتائج السياسية لمعاهدة الصداقة والتحالف. بص بقى مفاتيح الإجابة، أنا عايز نتيجة سياسية لمعاهدة الصداقة والتحالف. معاهدة الصداقة والتحالف دي اللي هي كانت 1936 اللي عملها مصطفى النحاس مع بريطانيا لما قالت له أنا عايزة كل الأحزاب تبقى موجودة وأنا بتفق معاكم. أنا عايز نتيجة سياسية، وده يعتبر اعتراف دولي بالاستقلال، دخول مصر عصبة الأمم. لأن إحنا لما دخلنا عصبة الأمم دي كانت نتيجة سياسية. طب اكتب دي عندك بقى. أنت تعرف إن العراق دخلت عصبة الأمم قبل مصر؟ طيب العراق دخلت عصبة الأمم بناء على معاهدة 1930 مع بريطانيا. يبقى مصر دخلت عصبة الأمم سنة 36، لكن العراق هي أول دولة عربية تخش عصبة الأمم 1930. طيب
أي من الإجراءات الآتية اتخذتها إنجلترا بعد سماع دوي هتافات المصريين إلى الأمام يا رُمل، فاكرها دي لمّا تعالَ أفكّرك بقى، لمّا حسين سري يا باشا نزّل الناس في الشارع وكان بيهتف إلى الأمام يا رُمل، إلى الأمام يا رُمل، بعد ما رُمل دخل منطقة العالمين وكان الملك فاروق والحسين سري الدنيا كلّها كانت خربانة ضد بريطانيا. هو بقى بريطانيا عملت إيه؟ تعالَ أفكّرك، بعد ما ده حصل إلى الأمام يا رُمل، راحت بريطانيا بعتت إنذار للملك فاروق قالت له: "يا فاروق أنا عايزاك تعزل حسين سري وتحط لنا مصطفى النحاس، ولو أنت ما وافقتش هاوريك." قال لها مش موافق، قالت له تمام، راحت بريطانيا محاصرة قصر عابدين في 4 فبراير 1942. ركز في التواريخ بتاعتنا مهمة. فبريطانيا راحت قالت للملك فاروق لو ما عملتش كده وشلت لي حسين سري وحطيت مصطفى النحاس انا هتدخل لعزلك. ساعتها الملك قال لها لا موافق، نمشي حسين ونحط مصطفى النحاس، يبقى اجبار الملك فاروق على تغيير الايه الحكم. طيب لو انت لاول مره بتسمعنا هقول لك معلومه مهمه جدا. مصطفى النحاس وسعد زغلول الحكومه بتاعتهم بتتسمى باسم حكومات الاقليات، حكومات الاغلبيه معلش. تاني، سعد زغلول، مصطفى النحاس حكومه اغلبيه. طب يا مستر يعني ايه حكومه اغلبيه؟ يعني الشعب بيختارهم. المرة الوحيدة اللي مصطفى النحاس هيبقى حكومة أقلية دي، يعني في 4 فبراير 42 أثناء الحرب العالمية الثانية مصطفى النحاس لما تولى رئاسة الحكومة ما كانتش حكومة أغلبية. تميزت ثورة 19 بأنها ثورة شعبية شاملة حيث شهدت أهم وأخطر التطورات الاجتماعية. شوف ده مفتاح الإجابة. إيه أهم وأخطر تطور اجتماعي؟ مشاركة المرأة، يبقى بروز الدور النسائي في الثورة لأن المرأة نزلت واشتركت في الثورة. كانت 300 مرأة، 300 واحدة ست اشتركت مع المصريين في حفر الخنادق وإقامة المتاريس. ارتبطت تفاهمات بريطانيا مع حاكم جنوب شبه الجزيرة العربية نهاية القرن ال 18. نهاية القرن ال 18 دي يعني 1798 95 كده. طيب هي بريطانيا مين الحاكم بتاع جنوب شبه الجزيرة العربية اللي اتفقت معاه؟ سلطان عمان. فاكر قالت له إيه؟ قالت له أنت هتمنع إقامة أي وكالة فرنسية أو هولندية. أنت هتسيبني أحط عندك حامية عسكرية. أنت هتطرد كل الفرنسيين اللي عندك. هي ليه عملت معاه كده؟ عشان هي خايفة من الحملة الفرنسية اللي في مصر عشان طريق تجارتها. يبقى المحاولة الاستعمارية لفرنسا. شايف الراجل بيعلمك إيه؟ هو ما قاليش الحملة الفرنسية، هو المفروض يقول لي الحملة الفرنسية على مصر عام 1798. هو ما قاليش دي، هو قال لي الكلمة البديلة ليها، وده اللي أنا نفسي حضرتك تتعود عليه. طيب تأكدت جهود بريطانيا لتدعيم سيادتها البحرية إبان دي يعني أثناء وجود الحملة الفرنسية على مصر. حلو السؤال ده قوي. هي بريطانيا عايزة تدعم سيادتها البحرية، ده مفتاح الإجابة. نستبعد. هل تنفع أول واحدة؟ لا، أول واحدة دي 1820 دي كانت أيام محمد علي. هو بيسأل على الحملة الفرنسية. عقد المعاهدة مع سلطان عمان؟ لأ، المعاهدة مع سلطان عمان دي أولًا كانت برضه أيام الحملة الفرنسية ماشي، بس دي ما كانتش فرض سيطرة بحرية. احتلال عدن؟ لأ، هي دي بقى احتلال جزيرة بريم. ليه؟ بريطانيا احتلت جزيرة بريم 1799. بريطانيا احتلت جزيرة بريم 1799 ليه؟ اسمع، قالت علشان أمنع فرنسا تستخدم البحر الأحمر للوصول إلى الهند. يبقى كده بريطانيا عشان تدعم سيادتها البحرية وتمنع استخدام فرنسا للبحر الأحمر احتلت جزيرة بريم. اتقي شر من أحسنت إليه. حلوة الجملة دي، يعني واحد أنت بتحسن إليه هيعاملك معاملة سيئة. ينطبق هذا المثل على أي من المواقف التاريخية الآتية. أنا بقى عايز موقف يكون واحد عمل حاجة حلوة والنتيجة كانت سيئة على دماغه. هي دي الإجابة، حصار فرنسا بحريا للجزائر واحتلالها. ليه يا مستر؟ حبيبي أنا ساعدت، أنا كالجزائر يعني ساعدت فرنسا أثناء الأزمة الاقتصادية اللي كانت فيها وكنت بديها القمح.
وفضلت فرنسا تاخد مني القمح وما تدينيش فلوس لحد ما بقى عليها 24 مليون فرنك. فساعتها فرنسا مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تسدد منين في الفلوس، راحت احتلت الجزائر. يعني كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تبقى دي الاجابه. ولو انا استبعدت دي ما لهاش علاقه، ما فيش حاجه، يعني انا هنا في مصر عملناها كويس مع حد، فالحد جه حاربنا. ما هو خلي بالك السؤال بيقول لك ايه؟ اتقي شر من احسنت اليه. يعني واحد انت عملت معاه حاجه كويسه، الحد ده هو اللي جه عمل لك مشكله. خلاص. وبرضه جيم دي ما لهاش علاقه ولا دال. انت بس فهمت السؤال عايز ايه؟ اهم حاجه حبيب قلبي تبقى فاهم السؤال عايز ايه. طيب، تشابهت الحركه الوطنيه في كل من مصر وتونس والجزائر عقب، يعني بعد الحرب العالميه الاولى. دي سهله، راحوا مؤتمر الصلح في باريس، استفادوا من مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون حق تقرير الايه المصير. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 27، كان من المتوقع اذا حالف الانتصار دولتا الوسط. لسه قايل لك فوق، بص شايف، لسه قايل لك فوق اهو، المحور، الوسط، او النازيه او الفاشيه، خلاص دول كلهم نفس الحاجه. كان من المتوقع لو دولتا الوسط اللي هي المانيا مثلا والنمسا فازوا في الحرب العالميه الاولى، يحصل ايه؟ تسيطر روسيا على منطقه المضيق؟ لا، ما هي روسيا كانت هتخسر، ما هي روسيا دي كانت حلفاء. تقسيم دولتا الوسط؟ لا، ما كانش في كده، لان الدوله العثمانيه كانت معاهم علشان تسترد، فتبقى دي الاجابه. لو كانت دول المحور كسبوا في الحرب العالمية الأولى، كانت هتقدر الدولة العثمانية ترجع ولاياتها. اللي هي مستر، أنا قلت لك في الفصل السادس إن الدولة العثمانية داخلة الحرب مع دول المحور لسببين: علشان ترجع وتحافظ، ترجع الدول العربية اللي تم السيطرة عليها من إنجلترا وفرنسا، وتحافظ على الدول العربية اللي لسه معاها من المخطط الاستعماري. طيب، الشريف حسين أكيد أنت فاكره، وعبد العزيز آل سعود، شخصيتان عربيتان يتمتعان بنفوذ داخل شبه الجزيرة العربية، بالرغم من تعارض طموحاتهم. يعني هو ده كان عايز يعمل دولة شبه الجزيرة، وده كان عايز يعمل دولة برضه شبه الجزيرة، فكده هم بيتخانقوا. لكن هم اتفقوا في ايه بقى؟ يبقى انا كده عايز وجه شبه. اشتراك قواتهم في الحرب العالمية الأولى؟ لا، الشريف حسين اشترك، لكن عبد العزيز آل سعود قال لك انا مش هعمل حاجة. تمسك كلاهما بالخلافة الإسلامية؟ لا يا مستر، ده الاتنين كانوا رافضين. يعني لو قال لي رفضهم كنت اخترت، لا دي غلط. توقيع كلاهما اتفاقية ملزمة مع، لا، ده اللي عمل اتفاقية ملزمة مع بريطانيا اللي هي اسمها دارين، اللي هي 1915، اللي بريطانيا اعترفت بيها ان عبد العزيز حاكم على وسط، انا اسف، حاكم على الرياض. الشريف حسين ما عملش اتفاقية ملزمة مع بريطانيا. هي دي بقى الإجابة، لأن هما الاتنين كانوا رافضين فكرة الدولة العثمانية تبقى هي خليفة العالم الإسلامي، والاتنين ما كانوش بيحبوا السلطان العثماني. تشابهت سياسة فرنسا الاقتصادية، حلو السؤال ده، تشابهت سياسة فرنسا الاقتصادية في سوريا ولبنان مع سياسة بريطانيا في مصر. سياسة اقتصادية، خلي بالك، من خلال إيه؟ توسع؟ لا. إهمال إنشاء مشروعات زراعية؟ لا، بريطانيا يا باشا كانت بتعمل. السيطرة على تصدير الصناعات؟ لا. هي دي بقى. ليه؟ تعال اقول لك. فرنسا في سوريا ولبنان، وده سؤال انت عارفه اكيد، فرنسا في سوريا ولبنان فرضوا او ربطوا العمله الفرنسيه بعمله سوريا ولبنان، وعمله فرنسا ساعتها كانت اسمها الفرنك. بريطانيا عملت البنك الاهلي، ركز بالله عليك، البنك الاهلي ده بريطانيا عملته علشان تربط العمله المصريه بالعمله الانجليزيه، فيبقى فرض اساليب التبعيه النقديه. يستبعد من اسباب بطء الحركه الوطنيه، يستبعد، يعني كل اللي في الاختيارات سبب من اسباب بطء الحركه الوطنيه ما عدا. يستبعد من اسباب بطء الحركه الوطنيه في العراق بعد عقد معاهده ال30. نشوف. هو طب ما تيجي نفكرك بيهم على جنب. كان اول حاجه الاحزاب السياسيه كانت بتتخانق مع بعض، دي مشكله سياسيه، مين يحكم. تاني حاجه، كان في صراعات طائفيه ما بين السنه والشيعه، دي مشكله دينيه. كمان العشائر، يعني الأسر الكبيرة بتتدخل لإسقاط وزارة وتعيين وزارة أخرى. خلي بالك، أنا كده افتكرت
الأسباب اللي خلّت الحركة الوطنية بطيئة، حلو؟ أكيد في الاختيارات هتبقى فيها الكلام ده، بس مش بنفس الجُمل، يعني بنفس المعنى، مستبعد. أول واحدة لأ، تاني واحدة لأ، لإن هو بيقول لك صراعات ما بين السُنّة والشيعة، ودي برضه لأ، هي دي بقى. هو أصلًا الحركة العسكرية بتاعة بكر صدقي، اللي هو الانقلاب اللي عمله، ده نشّط الحركة الوطنية في قلب العراق. ماشي؟ يبقى هنا بكر صدقي ده كان من ضمن أسباب عودة الحركة الوطنية إلى قوتها في العراق، وده اللي وقّف البطء اللي كان موجود. طيب بالمرّة إحنا عندنا في المنهج في كذا مرّة الحركة الوطنية كانت بطيئة. في مصر مثلًا الحركة الوطنية كانت بطيئة في أول 10 سنين من الاحتلال، خلّي بالك. يبقى هنا العراق بعد 1930 ومصر بعد 1882 الحركة الوطنية كانت ضعيفة هنا وهنا. تجلّى يعني ظهر غدر الحلفاء اللي هي دول الوفاق إنجلترا وفرنسا، ظهر غدرهم بالعرب أثناء الحرب العالمية الأولى من خلال عقد معاهدة لم تعد سرية، هي كانت سرية بس ما بقتش سرية، على أثر إيه؟ الثورة البلشفية اللي قامت داخل روسيا. أفكّرك بسرعة، إحنا قُلنا أثناء الحرب العالمية الأولى كان في معاهدة ما بين روسيا وما بين إنجلترا وفرنسا، كانت اتفاقية ثلاثية، كانوا عاوزين يقسّموا ممتلكات الدولة العثمانية عليهم. روسيا قامت فيها ثورة اسمها الثورة البلشفية اللي هي الشيوعية. الثورة دي غيّرت من وجهة نظر روسيا، فروسيا خرجت من الاتفاقية بتاعة سايكس-بيكو. وبدأت تفضحهم، خلاص؟ يبقى كده الغدر بتاع الحلفاء كان باين بالعرب لمّا الحلفاء وقعوا اتفاقية سايكس-بيكو ما بين إنجلترا وفرنسا. طيب، نقطة واكتب الحتة اللي هاقولها لك دي. هو إحنا كده في عندنا أثناء الحرب العالمية الأولى في غدر بان ضد العرب، والغدر ده كان باين في اتفاقية سايكس-بيكو. طيب في غدر تاني، حاجة تانية فيها غدر برضه بالعرب أثناء الحرب العالمية الأولى، اللي هو تصريح بلفور. اللي هو كان هيخلّي بريطانيا تدّي فلسطين لليهود. يبقى أنا كده عندي في حاجتين فيهم غدر أثناء الحرب العالمية الأولى، اتفاقية سايكس-بيكو، وتاني حاجة اتفاقية أو تصريح بلفور. أعلنت القوات الفرنسية في سوريا ولبنان ولائها لحكومة جنوب ووسط فرنسا اللي هي حكومة فيشي، اللي هي حكومة المارشال بيتان. القوات الفرنسية اللي في سوريا ولبنان أعلنوا ولائهم للحكومة دي. ده بيمثل تهديد لمصالح بريطانيا في العراق. ده سؤال سهل جدًا، هو محتاجني بس أكون أنا عارف المعلومة. طب تعالَ أعرّفك بيها. هي بريطانيا في أثناء الحرب العالمية التانية لمّا لقت الحكومة الفرنسية أو القوات الفرنسية اللي في سوريا ولبنان بقى ولائهم لفيشي، بريطانيا خافت. ليه؟ لإن في نفس التوقيت ده كان في ثورة قايمة في العراق ضد بريطانيا بقيادة واحد اسمه رشيد علي الكيلاني. رشيد علي الكيلاني ده كان يعني طلب المساندة من ألمانيا، قال لألمانيا والنبي ساعديني ضد إنجلترا، فألمانيا قالت له أول ما أسيطر على الشام أنا وفيشي هادّيك اللي أنت عايزه. كانت إنجلترا كانت قلقانة من العراق، فعشان كده بريطانيا هتدخل سوريا ولبنان. طب تمثّل وجه الشبه بين الثورة السورية الكبرى دي قامت 1925 وثورة ال20 دي 1920 في العراق. إمم. هو عايز شبه والّا اختلاف؟ عايز شبه. طيب. تكوين جمعية تأسيسية لأ، دي حصلت في الثورة السورية الكبرى بس، ما حصلتش في العراق. نظام الحكم بعد الثورتين لأ، هنا كان نظام حكم هيتعمل بعد كده نظام جمهوري، بس لأ. تكوين حكومة مؤقتة ده حصل في ثورة ال20 لمّا مسك عبد الرحمن الجيلاني، لمّا مسك في العراق دي كانت حكومة مؤقتة. هي أسلوب مواجهة بقى الثورتين. ليه؟ لإن فرنسا هنا واجهت الثورة بعنف، وهنا بريطانيا واجهت الثورة بعنف. بعد كده راحت فرنسا مغيّرة من عنف اللين هنا في ثورة سوريا الكبرى، وهنا راحت إنجلترا مغيّرة من عنف برضه إلى لين. طيب 34 أنا عايز وجه شبه بين ثورة يوليو 58 في العراق مع ثورة يوليو 52 في مصر. طيب الثورة دي بتاعة 58 دي في العراق هي ما عملتش غير حاجتين بس، لغت النظام الملكي
وأعلنت النظام الجمهوري بس. يبقى أنا لو اخترت هالاقي الإجابة تغيير نظام الحكم بعد الثورتين، هي دي الإجابة الوحيدة، لأن الثورتين غيّروا النظام من ملكي لجمهوري. طب معلش اكتب لي كده، اكتب لي المعلومة دي عندك. إحنا كده عندنا في 3 ثورات غيّروا من الأنظمة بتاعتهم. الثورة الفرنسية اللي هي كانت 1789 غيّرت من نظام ملكي لجمهوري برضه، وثورة 1952 في مصر اللي هي 23 يوليو، وثورة 1958 اللي هي كانت موجودة في العراق، ال3 هم اللي في المنهج عندك غيّروا نظام من ملكي لجمهوري، خلّي بالك. طب 35 سياسة فرّق تسد، سياسة استخدمها الاستعمار في البلاد العربية فيما بين الحربين، ماشي. صدقت يعني اتطبّقت واتنفّذت في منطقة الهلال الخصيب، هو محدد حتى الهلال الخصيب دي اللي هي إيه، اللي هي سوريا والعراق. طب هو بقى في منطقة الهلال الخصيب اتنفّذت سياسة فرّق تسد دي، دول لأ، دول في مصر، دول ما ينفعش، دول في المغرب. طب السُنّة والزيدية ما ينفعش في اليمن. مستر أنت جِبت الكلام ده منين يا مستر؟ عرفت منين الكلام ده؟ في الفصل السابع هو اللي قال الكلام ده. هتبقى الدروز والموارنة لأن دول في لبنان، ولبنان دي في منطقة الهلال الخصيب. طيب خدت بالك؟ شوف أنا باطلّع إزاي الإجابات، إزاي نماذج الإجابة بتبقى موجودة. لا خوف على القومية العربية، وذلك نتيجة لتوفُّر عوامل قوة القومية والتي تم المحافظة عليها نتيجة عدة يخرج عنها. يعني واحدة، واحدة يا مستر، في حاجات كتير خلّتني عندي قومية عربية، حاجات كتير بتقول إن إحنا رغم إن الاستعمار بيفتتنا، لكن إحنا في يوم من الأيام هنتحد. كانوا 3 حاجات ساوت ما بيننا، اللغة العربية مكتوبة، فدي هنستبعدها. التاريخ ده هيقرّبنا مكتوب أهو. وبعد كده كان عندنا برضه حاجة اسمها الثقافة مش مكتوبة. طيب كان عندنا تقدُّم وسائل المواصلات، تقدُّم وسائل الاتصال، تقدُّم المناهج التعليمية والمحنة العربية المشتركة، فتبقى دي الوحيدة اللي ما لهاش علاقة. وأنا نبّهت عليك قبل كده، إحنا أصلنا كُلّنا مش واحد، إحنا الدين بتاعنا مش واحد، إحنا كعرب. فعُمر ما كان الدين هو دليل على إن إحنا بنتحد. إحنا هنتحد لإن إحنا بنحب بعض، لكن الدين عمره ما كان حاجة مشتركة ما بيننا، لإن إحنا في عندنا اختلاف في الديانات، حتى الدين الواحد فيه اختلاف في المذاهب. طيب يختلف إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون، ده اللي هو بتاع حق تقرير المصير ده أثناء الحرب العالمية الأولى، عن الإعلان الأول لوزير خارجية بريطانيا المستر إيدن. الإعلان الأول ده اللي هو كان 1941 اللي إحنا كعرب رفضناه، وعايز وجه اختلاف بقى. تعلق الشعوب بما جاء فيه، ماشي. هو عايز حاجة بتميز ده، خلّي بالك أنت اتعلم بقى، ما دام أنا جبت لك حاجتين وعايز أعرف وجه الاختلاف، فأنت هتشوف الأول ده كان فيه إيه مش موجود في التاني. ب لأ، إحنا ما تجاهلناش بتاع ويلسون ده، إحنا تعلّقنا بيه، فتبقى دي الإجابة، أنا شايفها دي الإجابة. الشعوب تعلّقت بما جاء فيه. طيب جاء من خلال اللجنة التحضيرية لبروتوكول الإسكندرية إقرار نص كان له الأثر في ضعف قرارات الجامعة العربية، وهو يعني البروتوكول بتاع الإسكندرية كان فيه جملة مش كويسة. طب نستبعد، تضم الجامعة في عضويتها الدول العربية المستقلة، لا دي كويسة. منع اللجوء، دي مش هتنفع. منع اللجوء للقوة، ما دي برضه حاجة كويسة، أنا عايز حاجة وحشة. البعد عن اتباع سياسة خارجية، طب ما دي برضه حاجة حلوة. هي دي بقى قرارات الجامعة ملزمة لمن يقبلها. دي الكارثة اللي هم عملوها في الجامعة. هي لأن أنا قُلت لك قبل كده الجامعة بقت اتحاد حكومات وليست اتحاد شعوب. الجامعة مش بتنفّذ أي قرار إلا لمّا يبقى بالإجماع، وده غلط. لازم الجامعة، ركّز في الحتّة دي بالله عليك، الجامعة عشان تنفّذ أي قرار لازم يبقى بالأغلبية. هم مش عاملين كده، هم قايلين إن الجامعة علشان تنفّذ أي قرار لازم يبقى بالإجماع، وده غلط مش صح. يبقى دي اللي خلّت الجامعة ضعيفة. طيب جاء من خلال المذكرة الصهيونية في مؤتمر الصلح، خلال المذكرة الصهيونية دي اللي راحت في شهر فبراير 1919، وضع آلية يعني طريقة، آلية يعني وسيلة أو طريقة لتنفيذ وعد بلفور تتمثل في المطالب
وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. هم قالوا كده. تعال افكرك بسرعه. هو بعد الحرب العالميه الاولى اتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر الصلح في باريس. المؤتمر ده جات له رساله عربيه بعتها فيصل بن الشريف حسين في 29 يناير 1919. الرساله دي كانت بتقول ان احنا عايزين استقلال الدول العربيه بما فيهم فلسطين. اللي بعت الرساله فيصل بن الشريف حسين. لكن فجاه بعدها بكام يوم في شهر فبراير سنة 19 اليهود بعتوا مذكرة بيطلبوا فيها إن هم عايزين يعملوا وطن قومي ليهم على أرض فلسطين. وقالوا في الرسالة بتاعتهم إزاي فلسطين تبقى بتاعتنا، عن طريق رقم 1 وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني أهو. تاني حاجة مساعدة بريطانيا إن هي تنفذ وعد بلفور. والحاجة الأخيرة إن إحنا نعمل مجلس يمثل اليهود في فلسطين. أنا قُلت وأنا باشرح قبل كده، لو سألك في الامتحان أنهي مذكرة كانت هي الأكثر تنظيمًا، أقول له المذكرة الصهيونية. أظهرت اللجنة العربية العُليا سنة 35 حرصها. اللجنة العربية العُليا دي اللي اتعملت في فلسطين بسبب زيادة أعداد الهجرة اليهودية ارتباطًا بتغيير السلطة التنفيذية في ألمانيا لمّا هتلر مسك. أظهرت اللجنة العربية العُليا حرصها على توثيق عروبة فلسطين ونفيها عن غيرهم. يعني فلسطين دي بتاعتنا إحنا، ما فيش أي حد تاني من حقه فلسطين. لمّا عملت إيه؟ لمّا قالت إحنا عايزين نعمل بطاقة هوية للعرب في فلسطين. هم قالوا لمّا إحنا نعمل بطاقة ده هيثبت إن فلسطين دي بتاعتنا، مش أي حد يبقى من حقه إن هو يعملها، ده أنا باحافظ على الهوية. اضطرت بريطانيا إلى تشكيل اللجنة الإنجليزية الأمريكية تحت ضغط العمليات الإرهابية للعصابات اليهودية، مما يعتبر دليل على نشاط المنظمات الصهيونية لتحقيق أهدافهم. يا باشا ما هم اليهود كانوا عايزين يجبروا بريطانيا تعمل حاجة معينة، فهي عايزينها تلغي الانتداب، عايزينها تعترف بوجودهم، هي مش عايزة. فقالوا لها خلاص تمام، هنقتل لك اللورد موين وزير التموين. قتلوا اللورد موين وزير التموين، وبعدين فجروا فندق الملك داوود بكل النزلاء الإنجليز اللي كانوا فيه. طيب، كان استخدام واستيعاب المقاتل، حلو السؤال ده، كان استخدام واستيعاب المقاتل العربي التقدم التكنولوجي دليل على التفوق النوعي للجندي المصري. بص بقى الحته دي انا عايز افسرها لك بالراحه، بس بالراحه. اسرائيل كانت بتقول ايه بعد حرب 67؟ بتقول انتوا يا عرب عندكم تفوق عددي من الجنود، عندكم جنود كتير، بس أنا كإسرائيل عندي تفوق نوعي. يعني إيه نوعي؟ يعني أنا عندي أسلحة حديثة تكنولوجية الجنود بتوعي بيقدروا يستخدموها، فده بيخلّيني قادرة أواجه التفوق العددي بتاعكم. يعني كده يا مستر إحنا كعرب بعد 67 كان عندنا تفوق عددي بس، إسرائيل عندها تفوق نوعي بس. يعني هم ما عندهمش عساكر كتير، بس عندهم أسلحة. إحنا ما عندناش أسلحة، ما عندناش تقدُّم تكنولوجي، بس عندنا عدد كبير. إحنا بقى عشان نستعد لحرب 73 عملنا إيه إحنا كعرب؟ عملنا تفوُّق عددي ونوعي، فتفوّقنا عليهم لمّا استخدمنا الأسلحة الحديثة. فشل العدوان الثلاثي على مصر، واضطرت الدول المعتدية اللي هي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل إلى الانسحاب بعد موافقة مصر على قرار هيئة الأمم المتحدة، والذي كان ينص على وجود قوات طوارئ دولية. ماشي، تمكن إسرائيل لا، دي لا، هم هيعملها في خليج العقبة مش في السويس. إلغاء قرار تأمين لا، استمرار هي دي الإجابة الأولانية، وجود قوات طوارئ دولية على الحدود الفاصلة. طيب هقول لك على معلومة لو أنت برضو أول مرة بتسمعنا. العدوان الثلاثي رغم إن هو فشل، لكن إسرائيل حققت مكسب في العدوان ده، مكسب اقتصادي. إيه هو المكسب الاقتصادي؟ إن هي أصبح من حقها المرور في خليج العقبة بحرية. طيب، اختلفت نتائج ثورة الشعب المصري في 25 يناير عن ثورته في 1805. عايز وجه اختلاف. عزل الحاكم ده شبه، ده شبه، ده شبه، يبقى إقرار دستور جديد في الحكم. لأن إحنا في 25 يناير يعني ما كناش عاملين دستور جديد. في 1805 عملنا بقى قانون وبتاع نحكم بيه. طيب، ما مدى مصداقية العبارة الآتية؟ يعني صح ولا غلط وليه؟
اتخذت الدول الأوروبية من الأزمة المالية ستار لتخفي وراءه الأسباب الحقيقية للتدخل في الشؤون. هنقول له بقى هنا الأسباب، هي العبارة صح الأول، وأقوم قايل له بقى الأسباب الحقيقية، لأن الأسباب الحقيقية للتدخل كانوا 2. أهم واحد فيهم توسعات إسماعيل في أفريقيا، ده الأهم. وتاني حاجة السيطرة على قناة السويس. يعني لو قال لك السبب الأساسي التوسعات، ليه؟ في نفس السنة اللي إسماعيل كان بيتوسع فيها 1875 هو نفس العام اللي بدأ فيه التدخل الأجنبي. طيب أعطى تصريح 28 لمصر استقلال سوري. هنقول له بقى إن بريطانيا عملت فيه التحفظات. هنقول له بقى قصة التحفظات الأربعة. بريطانيا عملت فيه التحفظات الأربعة. رقم واحد، من حقها، بص كنا بنقولها إزاي؟ من حق بريطانيا 3 حاجات. من حق بريطانيا البقاء في مصر علشان أو تحمي الأجانب والأقليات عشان تتدخل في شؤوننا الداخلية. من حقها تسيب قواتها العسكرية بحجة إن هي تحمي المواصلات بتاعتها، وهي قصدها هنا على المواصلات قناة السويس، اكتب ورايا. من حقها كمان إن هي تحمي مصر من أي اعتداء خارجي عشان تمنعنا من إقامة جيش. فيا باشا ده استقلال مزيف. ماشي كده، احنا خلصنا الحمد لله النموذج الثالث. خد نفسك دقيقتين وفي نفس الفيديو تعالى نكمل النموذج الرابع.